ايه بتقول ايه يا اخويا؟ حلوه دي. بيقول مين ده؟ بذمتكم في حد ما يعرفش؟ ده انا اللي نشيت كل اللي قدامكم، انا اللي بدعت الحضاره اللي قال عليها ابو الهول، بس بشرفي ما كنت اعرف ان اسمها حضاره. يعني تبقى مين؟ ما تنطق. حلمك بس بقى حد ما يعرفش. انا اول واحد زرع الارض في العالم. ايوه انا اللي خليتها خضرة. حبيت الارض دي زي ما حبيت حياتي، اديتها عرقي ودمي من الاف السنين. انا ابن البلد، وبصراحة انا جاي اسمع معاكم. قالوا ان في موال هيتقال وان ابو الهول هيتكلم. طبعا حالي باين، شايفيني زي اللي ضاعت مني حاجة غالية قوي ومش لاقيها. قلت يمكن اسمع كلمتين يدلوني على الطريق. قالوا لي ان التاريخ عمره ما يكون كذاب، وان صوت المجد هنا اعلى الاصوات. مش لعل وعسى ده يرد لي روحي ويدلني لطريقي. نصبر ونشوف. فوق هذه البقعة من الأرض، كما هي الحال على كل أرض، جرت وستجري أحداث تقدم صورا من الصراع الأبدي القائم بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الخير والشر. وكان هذا الصراع يخلف وراءه الكثير من الآلام والمآسي، ومع ذلك فلم يكن في وسع أي جيل أن يفر منه أو ينصرف عنه، لأن أنبل صفات الإنسان وأروع ما تعتز به الحياة كانت تتألق فيه: الصدق، الوفاء، الشرف، الحب. ابو الهول انت هتتفلسف؟ اذا كان حد من الموجودين له تقل على الكلام ده، انا بقى ماليش تقل. انا جاي ادور على روحي واشوف طريقي، من هنا ولا من هنا ولا من هناك. انا مستعد اطلع للسماء، بس اعرف ان ده طريقي. من تكون؟ انا اللي بناك وسواك، عشت معاك الماضي وعايش الحاضر وهعيش المستقبل. انا ابن مصر. تشرفني. عن اذنك اتم حديثي. على هذه الارض وقبل ان اخرج الى هذه الدنيا، جرت هنا اول قصة صراع بين الخير والشر، وكانت مأساة اهتز لها ضمير الانسان في كل زمان. كان أوزوريس زوجا وفيا وملكا عادلا ومعلما يحب الفلاح والصانع والطالب، ويعلمهم جميعا كيف يبنون الحياة على أرض مصر. فأصبح له مكان عزيز في كل قلب. أما مكانه في قلب زوجته إيزيس النبيلة فكان أعز وأروع مكان، لأن قلب إيزيس كان قطعة من ضياء الحب. لكن الغيرة والحسد كانا يوغران صدر شقيقه ست. وذات مساء والشمس تنحدر نحو الغرب الذهبي، كانت إيزيس تغني في مجد حبها، وكان أوزوريس يعود إلى بيته حاملا كل خيرات الوادي بين يديه. وفجأة برز من الظلام أخوه ست، وبالمكر والخداع وضع ست أخاه الطيب في صندوق، ثم أحكم إغلاقه وتركه ليموت. الآن يا أوزوريس تم لي القضاء عليك، وأصبح حكم مصر لي ولكم أيها الرجال الأشداء. احملوا التابوت خارجا. اقذفوا به في النيل قبل أن تنقشع ظلمة الليل. واحذروا
أن تراكم زوجته الساحرة فتبطل بسحرها كل ما صنعنا. الملك الآن لي والحكم الآن لكم أيها الرجال. أوزوريس العظيم في النيل في تابوت مرصع بالجوهر. لأتبعنك يا زوجي حتى أجدك وأعيد إليك الحياة، ولن تضيع في النيل أيها العزيز. وإذا أسلمك النيل إلى موج البحر فسأكون هناك أيضا. لا بد أن تعود، ولا بد أن تعود إليك الحياة لتشرق الروح على أرض مصر من جديد. وأسلم النيل التابوت إلى البحر الذي قذف به إلى أرض لبنان. هذا وإيزيس تتبع التابوت وتجري وراءه حتى استولت عليه، وبقدرتها الإلهية أعادت الحياة إلى الجسد الهامد، وعادت مع زوجها إلى بقاع الدلتا حيث أنجبا ابنهما حورس، وعاشا يمارسان عملهما البناء ويمدان الخضرة والحب إلى كل مكان يحلان به. وفي يوم من الأيام اختفى أوزوريس مرة أخرى، وملأ قلب إيزيس شعور أن الست قد اعتقله. حورس أيها الحبيب، هل غلبك النوم وأنا أصلي؟ أنت لا تعرف الصلاة بعد يا ولدي، ولا تعرف الأحزان بعد. أين أبوك يا حورس؟ هل امتدت إليه مرة أخرى يد الطاغية؟ هل عرف بوجوده وعودته إلى الحياة عندما رأى الخضرة تمتد في هذه الأرض والسلام والحب يشملان الناس فيها؟ هل تربص له واختطفه؟ أين أبوك العظيم يا حورس؟ موالي من مصر طالع زي عود نوار من قلبي من أرضها من نيلها من الأغوار
حاضرها والغنى تذكار يصحي روحي الامل ويشعشع انوار موالي بين مصر. نور كلامي نظمته بالنغم نور كلامي نظمته بالنغم موالي موالي مصر بنت الزمن بنت العصور لطوال لمصر أم الحضارة أم الرجال أبطال الدنيا شافت وهي صبية حلوة صغار موالي من مصر. فارسكم مبهول لازم أجمل قول بس اطلع من دول راح تحكي كلام فات ويتقال من ألوفات وده من ده أنا يوكل متصيح لا زقك هتعيط بطل بقى تهويش عايز اليومنا نعيش ماضي وبس مفيش هودوني بوعيكم.